واش رايكم لو كان نقول لكم باللي هذه الوصفه عراقيه وقديمه بزاف؟ عندي اكثر من 10 سنوات وانا معتمدتها وما كانش اللي ذاقها وما طلبش الوصفه. يجيب طبقه مقرمشه من برا وقطن من داخل. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي باحسن الاحوال ونفوتوا مباشره نوجدوا الوصفه. شوفوا البنات، هنايا درت 3 كيسان تاع الفرينه. انا عبرت بالكاس العادي تاع وليد اللي نعرفوه كاع وكاع الناس عندهم هذا الكاس، وزدت مغرف كبيره تاع خميره الخبز، ونزيد عليهم 4 مغارف كبار تاع السكر، وبطبيعه الحال لازم نديرو هذيك القرصه تاع الملح، ونضيف هنايا مغرف صغيره تاع لافاني ومغرف صغيره تاع خميره كيميائيه، وزدت هنايا مبشور تاع حبه ليمون، تبقى اختياريه اذا كاين ديروها، اذا ما كانش تنجموا تكتفوا بلافاني وصاي. والمنكهات يبقوا على حساب الرغبه وعلى حساب واش عندكم، اذا كان عندكم الليمون ديروا الليمون، كان عندكم برتقال ديروا البرتقال، وهادو اذواق. وهنايا زدت بياض بيضاء والصفار غادي نحتفظ به نسحقهم بعد. وهنايا جبت كاس تاع حليب دافي ونقعد نزيد فيه كيما هكا بالتدريج، ونبقى نلم في العجينه حتى نتحصل على عجينه تكون تتلاصق في اليد. شوفوا هنايا درت الكاس الاول كامل، وراني رحت زدت نص تاع الكاس ونبقى نزيد فيه، ودوك تشوفوا شحال غادي نخلي منه، يعني اقل من الربع. وكمية السوائل دائما تبقى على حساب نوعية الفرينة، يعني كاين الفرينة اللي تشرب، كاين الفرينة اللي ما تشربش. ونزيد 4 مغارف كبار تاع الزبدة. انا هنا درت مارغارين، اللي متوفر عندكم تنجموا ديروه، تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش من الفريجيدر، يعني لازم تكون طرية. وشوفوا العجينة كيفاش لازم تكون تتلاصق بزاف، ونبقى هكا نضرب فيها، نخبط في العجينة تاعي حتى تدخل مليح هذيك الزبدة في العجينة. ونكمل نخبط العجينه تاعي مليح 1 دقيقه، من بعد نغطيها ونخليها تختمر كما دروك رانا في فصل الصيف، يعني بالخف غادي تلقوها تضاعف الحجم تاعها. بعد ما اختمرت العجينه تاعي وتضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا، نجيب البلاط تاعي اللي يكون مدهون، دهنته بالزيت، وكون تاني مشعله الفرن تاعي، يعني لازم يكون الفرن شاعل من قبل. نحط العجينه في البلا، شوفوا كيفاش خفيفه وتقعد تلتصق في اليد. شوفوا كيفاه دايره يعني تجي شويه مطلوقه، ماشي ديك العجينه اللي تجي شاده روحها. ندير شويه زيت في يدي ونبقى نحل فيها على كامل البلا، وتكون نحاول نديرهم على نفس المستوى باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هاوده. وبعد ما نكمل نحلها راح نخليها تريح مدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، على حسب الجو اللي يكون في المطبخ، يعني مادام رانا في الصيف راح ما تديناش الوقت بزاف. وهنا يا البنات راني جبت هنا داك صفر البيض اللي قلت لكم استحفظوا به، زدت عليه مغرف كبيرة تاع الحليب، ونزيد رشة تاع لافاني باه نقضوا على ريحة البيض ما تقعدش باينه، وتاني تجينا ريحه شابه في الطبقه المقرمشه اللي تجي من الفوق. هذا الخبز تجي الطبقه الفوقانيه تجي مقرمشه، تجي شويه يابسه، ماشي يابسه يعني تجي مقرمشه، ومن داخل يجي قطن، يجي بزاف شباب وطري هشيش وفيه بنه روعه. بعد ما نكمل ندهن سطح العجينه، نروح نغسل يدي، ومن بعد نبدا ندير هذه الطريقه، ندير في العجينه ندير هذا الثقوب بالاصابع، لازم نثقبها مليح كما راكم تشوفوا. من بعد نجيب كميه تاع السكر مغرف ولا زوج على حسب الحلاوه اللي تبغوها، يعني ما تنسوش بلي درنا ديجا 4 مغارف تاع السكر لداخل. انا هنا درت مغرف ونص، يعني نرشها كامل على السطح، ونبقى هكا نزيد في قطع تاع الزبده نوزعهم على كامل السطح تاع العجينه، وندخلها مباشرة للفرن كما قلت لكم، نكونوا مسخنينه من قبل، يعني قبل كاع ما نحطوا العجينة في البلا نكونوا ديجا شعلنا على الفرن تاعنا. ودرك ندخلها للفرن ونخليها تطيب وتتحمر. وهنا بعد ما خرجته من الفرن وطاب وتحمر مليح من الفوق، لازم يدي هذه التحميره هذه باش تجيكم الطبقه الفوقانيه مقرمشه. شوفوا مازال راه حامي وراني نقطع فيه، نتوما من الاحسن ما تقطعوش مباشره كي يخرج من الفرن، خلوه حتى يبرد شويه ولا يولي دافي، ومن بعد قطعوه باش الطبقه المقرمشه تقعد شاده الشكل تاعها. وهنا البنات شوفوا كيف خرج بزاف شباب، يجي حشيش من داخل وقطن، ومن برا كما راكم تشوفوا هذه الطبقه تجي كشغل كروستيونت، ما تجيش طريه. والبنه تاعه ما عندي ما نحكي لكم، خاصه اذا درتوا فيه مبشور الليمون تجي فيه بنه بزاف شابه وريحته ولا اروع. ودرك البنات غادي نخليكم مع هاد الصور ونروحوا نشوفوا المشتريات اللي جبتهم من محل الاواني اللي ديتكم ليه تاع باليدو.
شوفوا هنايا ديت هاد لي بلاطو هادو تاع الحطب. انا كيما قلت لكم نبغي بزاف الصوالح تاع الحطب، جبت زوج. وكما قلت لكم تاني ما ديروش حساب حاجه وزوج، دائما ديروا في بالكم باللي غادي تزيدوا تشروا صوالح واحد اخرين. وزدت هنا تاني جبت هاد القروع، هادو قروع تاع الزاج. انا في الحقيقه هادو هما السبه اللي داتني عند بالي دوغ، عندي بزاف وانا نحوس عليهم وما لقيتهمش. من بعد كي مشيت عندهم لقيتهم جابوهم. هاد القروع نسحقهم باه ندير بهم واحد الوصفه صحيه تاع مشروبات صحيه، مشروبات غازيه صحيه. ان شاء الله غادي نشاركها معكم اذا كتب ربي. جبت هادو زوج، شوفوا بزاف شابين. وتاني هاد الطريقه تاع الغلق، هاد البوشون هذا هو اللي كنت نحوس عليه، ما كنتش باغيه بوشون عادي، لازم تكون هاد العبسه هادي في البوشون، لازم كي تغلق يتغلق جيدا، يعني ما كاش حاجه، يعني ما يدخل الهواء ما والو. نروحو نزيدو ثاني نشوفو هاد الساشي هذا واش راه فيه. جبت هاد البلونش، هاد لا بلونش هادي تاع الحطب. كما قلت لكم انا حاجه الحطب دائما نجيبها. وشوفوا انا عجبتني صراحه، ما كنتش باغيه هذا الشكل، كنت باغيه شكل واحد اخر ولكن ما لقيتش، لقيت عندهم غير هذا، ولا اللي عندهم تاع شغل اليد فيها الدوغي ولا الارجنتين، ما بغيتش حاجه هكا. وجبت هذا البانسو، كان خصني بانسو صغير، جبت هذا البانسو. وهذا الباسوار ثاني بزاف عجبتني، شابه كاليتي تاعها شابه، ماركه ايطاليه. وجبت ثاني هذيك الصفايه باسكو نسحقها في كي نبغي ندير حريره ولا شوربه ولا نصفي بها الخضره. ودرك نشوفوا الساشي التالي شراه فيه. جبت هذا البريق هذا تاع الحليب، جاي الخطط تاعه تاع الحطب. وجبت سيرفيس تاع الماء بستة تاع الكيسان، دوك تشوفوهم كي دايرين، تاني جايه القرعه تاعهم الخطط تاعها تاع حطب. انا في الحقيقه هذا تاع الحليب عجبني بزاف، ستيل تاعه شباب. شوفوا كيفاه تجي الحطه تاعه، شوفوا بزاف شباب، يعني مام شكلها في الحطه يجي بزاف هايل. وكما راكم تشوفوا انا كنت رايحه على حاجه لقيت روحي جايبه كاع هذا الخير. جبت لي بلاط، وجبت هذا تاع الحليب، وجبت هذا السيرفيس تاع الماء، سيرفيس او تاع الماء باسكو لقيتها بون بري. عجبني تاني الشكل تاعه والغطاء تاعه تاني جاي حطب، يعني باه نكمل كاع لا كوليكسيون تاعي، انا نبغي كيما هكا صوالح يكونوا متبعوا بعضاهم. هاد السيرفيس هو تاني شباب، وعنده بستة تاع الكيسان. وقيله شريتها 120 حاجه كيما هكا، مانيش عاقله لي بري. وهذه هي البنات، هذه هي المشتريات تاعي من محل باليدور، ان شاء الله تكون عجبتكم وعجبتكم الجوله. والمره الجايه ان شاء الله نزيد نصور لكم واش عندهم تاني وكاش مشتريات جدد ان شاء الله نوريهم لكم. ونتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده ولا في فلوق جديد، ولا الله اعلم باش نجيب لكم المره الجايه باذن الله. نخليكم على خير، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.